ليه تشتريه من برا لما ممكن تعمليه في البيت بكل سهولة وبأبسط المكونات موجودة عندنا. كريب المحلات المقرمش من برا، يلا نشوف عملناه ازاي. معانا 3 كوبايات من الدقيق هننزل بيهم كده في شفشق الخلاط، ومعانا 3 كوبايات من المية، يعني المية قد الدقيق، ومعانا رشة ملح. هننزل بالمكونات بتاعتنا ونبتدي بقى نخلطهم مع بعض. وممكن تحطي المكونات في بولة وتضربيهم بالمضرب العادي لو مش حابة تحطيهم في الخلاط. هنا الخليط بتاعنا جاهز، هنصفيه بقى برضو عشان زيادة التأكيد لو في تكتلات ولا حاجة. هنصفيه كده بالمصفى. وبعد بقى ما صفيناه هننزل ب3 معالق من الزيت وهنقلبهم كده مع الخليط بتاعنا. وده شكل الخليط معانا خفيف، وده القوام بتاعه. لو طلع تقيل معاكي يبقى هتزوديه شوية من المية. بعد كده بقى هنجيب الطاسة بتاعتنا، اهم حاجة تكون الطاسة مش بتلزق. وهناخد بقى كبشة كده من الخليط وهننزل بيها في الطاسة ونوزعه كويس. هنعرف ازاي انه استوى، هنلاقيه كده ساب جوانب الطاسة. هنيجي بقى لما يسيب الجوانب بتاعة الطاسة هنقلبه بقى على الجنب التاني علشان يستوي معانا. هنا برضه هنعمل واحدة كمان اهوت، هناخد كبشة كده وهننزل بيها في الطاسة. اهم حاجة الطاسة تكون سخنة بس مش سخنة قوي، وهنفردها كده وبعدين نحطها على النار. وزي ما احنا شايفين اول ما تفصل كده من الجوانب هنبتدي بقى نقلبها على الجنب التاني، يا دوبك كده تاخد لون كده بسيط وبعد كده بنخرجها من الطاسة. هنا برضه هنعمل واحدة تانية. اهم حاجة زي ما قلنا ان الطاسة بتاعتنا تكون سخنة. هننزل كده بكبشة من الخليط وبنوزعها في الطاسة زي ما احنا شايفين، وبعد كده بنحطها على النار. واول ما تفصل عندنا من الجوانب بنعرف كده ان هي استوت خلاص، بنيجي قلبنا على الجنب التاني يا دوبك تاخد لون وبعد كده بنخرجها من الطاسة. هو مبياخدش معانا وقت خالص، بس اهم حاجة زي ما اتفقنا ان الطاسة تكون سخنة، ما تكونش سخنة قوي يعني. وده شكله معانا كده لما خد لون. وكده شكل الكريب معانا لما جهز زي ما احنا شايفين كده، طري وجميل واخد لون ذهبي جميل زي بتاع المحلات بالظبط. بس هما طبعا بره بيعملوه اكبر من كده في الحجم لان الطاسة بتاعتهم بتبقى كبيرة. ولو عندك برضو طاسة كبيرة ممكن تعمليه عادي في البيت، هيبقى زي اللي بيعملوه بره بالظبط. زي ما احنا شايفين قد ايه الكريب معانا جميل وسهل وبسيط، ما خدش معانا وقت. هنا بقى هنحط الطاسه بتاعتنا على النار طبعا عشان هنعمل حشوه للكريب. حطينا زيت وبطاطس، انتي حطي فيه اي حشوه تحبيها اللي موجوده عندك، بس احنا النهارده عاملين حاجات من البيت اقتصاديه وموجوده عندنا اللي هي البطاطس. هنحمر طبعا البطاطس زي ما احنا شايفين كده، وعندك جبن، عندك لانشون، عندك اي حاجة ممكن تحبي تحطيها، فراخ اللي موجود عندك يعني. كده بقى حمرنا البطاطس زي ما احنا شايفين، هنخرجها بقى من الزيت كده عشان تتصفى. انا بخرجها في مصفى عشان تتصفى من الزيت اللي فيها بالشكل ده. وبعد كده بقى هنبتدي نحشي الكريب بتاعنا زي ما اتفقنا باي حشوات موجودة عندنا. انا هنا هنحشيه بزيتون وبطاطس وجبنة موتزاريلا. ودي اسهل طريقة بحشي بيها الكريب، ان احنا كده بنتنيه نصين وبعد كده نرجع نتنيه تاني زي السندوتش كده، ونبتدي نحط فيه الحشوة بتاعتنا بكل سهولة. ولو حابة تلفيه على شكل لورات برضو هتلفيه عادي برضو، يعني الشكل اللي انتي تحبيه لفيه بيه. بس ده تقريبا بيبقى يعني اسهل طريقة ليه. زي ما احنا شايفين كده هنبتدي نحشيه بقى بالحشوات زي ما اتفقنا الموجودة عندنا واللي احنا عاوزينها. وصفة سهلة وبسيطة مكلفتناش حاجة، ومكونات موجودة كلها في البيت، وزي الكريب اللي بيتباع في الشارع بالظبط مش هيختلف عنه في حاجة. انتي طبعا بقى حطيله الحاجات الصوصات والحاجات اللي انتي عاوزاها او الحشوات اللي انتي عاوزاها برضو زي ما تحبي.
هنا بقى هنحط الطاسة تاني على النار، هنحط فيها شوية من الزيت بعد ما حشينا الكريب، هنحطه بقى كده عشان يحمر معانا وياخد اللون الدهبي المقرمش الجميل ده، ويبقى زي بتاع بره كده بالظبط. هنحطه بقى في الطاسة كده ونضغط عليه كده ضغطة بسيطة كده لحد ما ياخد معانا لون ذهبي كده جميل. هنقلبه على الجنب التاني عشان يبقى مقرمش معانا كده وحلو. كده قلبناه بقى على الجنب التاني، بقى لونه معانا ذهبي وجميل. وبكده يبقى عملنا اجمل وصفة كريب في البيت، سهلة وبسيطة والمكونات كلها موجودة عندنا، وان شاء الله هتعجب الولاد. وزي ما احنا شايفين عملت معانا كمية حلوة، يعني التلات كوبايات دي تقريبا عملوا 7 سندوتشات من الكريب. هنشتريهم من بره بكام؟ احنا عملناهم في البيت بأقل تكلفة ونظافة كمان. جربوها ويا رب ان شاء الله الوصفة تعجبكم. يلا بقى نشوف كده قلب الكريب معانا من جوه عامل ازاي. من بره مقرمش وجميل، من جوه الجبنة سايحة فيه وجميلة معانا زي ما احنا شايفين، الجبنة معانا سايحة وبتمط. وصفة سهلة ولذيذة، يا رب ان شاء الله تعجبكم. وان عجبتكم ما تنسونيش بقى بطعمكم باللايك والاشتراك الجميل بتاعكم في القناة.